نعم حقيقة وجود الجماعات المسلحة ووجود سلاح اللا دولة في الشارع العراقي بحد ذاته يحد من عملية التنمية والإعمار والبناء، حيث أن سلاح اللا دولة والذي لا يأتمر بالقوانين والأنظمة المرعية الموجودة ضمن نطاق الدولة، هذا يؤخر كثيرا عمليات الإعمار والبناء، بدليل كلامي أنه إحنا من عام 2003 وإلى اليوم الشعب العراقي والعراق تحديدا وجميع محافظات العراق لم تنعم بالإعمار ولم تنعم بخيرات العراق وبالموازنات الانفجارية التي استحوذت عليها الأحزاب ولم يستفد منها الشعب العراقي، بل كانت الفائدة هي فائدة للأحزاب ليس إلا بوجود ومساعدة هذه المجاميع المسلحة وسلاح اللا دولة. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى أخي العزيز، حقيقة سلاح اللا دولة ينقسم إلى قسمين: قسم هو سلاح فصائل خارجة عن القانون التي مسيطرة في الشارع العراقي، وقسم آخر سلاح اللا دولة أيضا الذي لم تسيطر لحد هذه اللحظة الحكومة والدولة عليه، وهو سلاح العشائر، حيث أن العشائر تمتلك من السلاح ما يؤهلها لدخول معارك في بعض الأحيان. وإحنا نشاهد بين الحين والآخر في محافظاتنا الفرات أوسطية والجنوب نزاع عشائري يكون به استخدام للأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نعم أخي العزيز. نعم أخي العزيز، حقيقة جنابك ذكرت هذه المكانات تحديدا واللي أنت حددتها مثل سنجار ومثل الأنبار ومثل مناطق أخرى. أخي العزيز حقيقة أوضحت لجنابك سلاح اللا دولة حقيقة هو اللي يسيطر. ليش؟ لأن عندهم، حتى نأتي إلى سلاح يعتبر نفسه هو سلاح ضمن نطاق الدولة، هناك المكاتب الاقتصادية في هذه المكانات التي حددتها جنابك اللي هي سنجار، الموصل، الأنبار، هناك جهات بعينها متنفذة وأيضا تتبع إلى أحزاب بعينها موجودة في السلطة وفي الحكومة. هذه الجماعات لديها مكاتب اقتصادية مستفيدة من هذا الوضع، مستفيدة من هذا الموضوع، يكون الإعمار داخليا فيما بينهم كمقاولين وكذا، لا يسمحون بدخول الشركات الأجنبية، لا يسمحون بتطور هذه المناطق، لا يسمحون بدخول الشركات العملاقة الاعتبارية الأجنبية، يحاولون إبقاء هذا الوضع حتى هم يستفادون من ناحية، ومن ناحية أخرى تنفيذا لأجندات خارجية وإملاءات خارجية. أخي العزيز خل أكون دقيق بكلامي، هناك إملاءات خارجية على عدم تطور العراق، إملاءات خارجية على عدم دخول الشركات الأجنبية، إملاءات خارجية على عدم فتح المصانع العملاقة. هسه أبسط شيء عندنا 180 ألف مصنع بين معمل ومصنع، كنا قبل 2003 نصدر التمور، الآن نحن نستوردها، كنا نصنع الساحبة التريكتر، كنا نصنع سيارات، كنا نصنع جميع المنتجات، البطاريات، الإطارات، ما أذكر لك يعني على العدد كبير جدا. هذه إملاءات خارجية باختصار شديد. وبين قوسين وهلالين هناك دولة بعينها لا تسمح للعراق بأن يتطور وأن يمتثل إلى إرادة التطور ويكون بين دول العالم أو دول الخليج أو دول المناهزة علميا والمتفوقة علميا. نعم.
نعم، أحسنت أخي العزيز. حقيقة بالأمس القريب قصفت السفارة الأمريكية في بغداد، وجهاز الأمن الوطني أيضا قصف في بغداد من قبل المجاميع المسلحة. جهاز الأمن الوطني هذا الجهاز الفعال الحيوي اللي هو أنا في نظري كمتخصص أعلى مرتبة وأعلى جهاز بالعراق، وفيه من الرجالات الوطنيين الأحرار اللي يسهرون على خدمة والأمن والاستقرار في العراق، ضرب بدليل أريد أن أوصل لكم معلومة مهمة جدا. بالأمس القريب عندما قصفت السفارة الأمريكية وقصف هذا الجهاز، ظهر علينا دولة الرئيس السيد محمد شياع السوداني وقال بالحرف الواحد أن هذه المجاميع التي قامت بهذا الفعل إنما هي مجاميع إرهابية، ويجب أن نصنفها بالمجاميع الإرهابية ويجب أن نقتص منها. طيب، هذا رائع، ونحن كعراقيون وكمتخصصون كلنا مع هذا الرأي. طيب، إذن ما الذي يمكن أن يفعله على السيد رئيس الوزراء عندما وضعها في هذا المنظار، منظار مخالفتها للقوانين والأنظمة وهي مجاميع إرهابية؟ إذن يجب أن يقتص منهم، وهو يعرفهم جيدا ويعرف الفصائل جيدا من هي ويعرف من وراءها. إذن ما الذي يجبر السيد رئيس الوزراء أن يتعامل مع هذا الموضوع بالتنظير وفي الإعلام فقط؟ لا وجود لحل أخي العزيز بكل دول العالم وكل الدول المتقدمة والدول الحرة. لا وجود لسلاحين في الدولة، بل يوجد في كل دول العالم سلاح الدولة والنظام والشعب. هذا المنظور العالمي في النظم السياسية، ولكن في العراق سلاحين موازيين، سلاح الدولة وسلاح اللا دولة. سلاح اللا دولة المضحك، سلاح اللا دولة يحمل باجات الدولة، سلاح اللا دولة يحمل أسلحة الدولة، سلاح اللا دولة يستقل عجلات بدون أرقام من الدولة. طيب، أي دولة هذه ونحن نتحدث فيها مع جل احترامي للدولة ولنظام الدولة العراقية واحترامي الشديد لرئاسة الوزراء والسيد رئيس الوزراء، ولكن أنا وجهة نظري لا سلطان للسيد رئيس الوزراء على هذه المجاميع، ولا يستطيع يعني أن يساعد في القضاء عليها، أو على أقل تقدير تحجيمها، لأن الوضع كما أسلفت سابقا أن هذه المجاميع ظاهريا هي مجاميع تقول نحن، تارة يقولون نحن مقاومة، تارة يقولون نحن حشد، تارة يقولون ما نعرف من هم، ما نعرف. نحن نتمنى أن نعرف من هي الجهة التي وراءهم حتى نفهم ماذا يريدون بالتحديد. هل يريدون إخراج الأمريكان؟ هناك قنوات قانونية وسياسية إذا أردنا أن نخرج الأمريكان. ماذا يريدون رهبة الدولة؟ إذن هناك أجندات خارجية أو إملاءات خارجية وراء. نعم.